السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع موبايل جديد كالعاده. النهارده ان شاء الله معانا موبايل انفينكس نوت 10 الجديد. الفيديو اللي فات كان فيه فتح العلبه بالهديه اللي معاه، ادخل على الرابط في الوصف لو عايز تشوفه. كمان قبل ما نبدا الفيديو ده اقول لك على حاجه، لو عجبك الموبايل ده وعايز تشتريه بسعر اقل من السوق وكمان معاه الهديه اللي هتشوفها في الفيديو ده، ادخل على الرابط الموجود في الوصف او كلم رقم الواتساب الموجود. الفيديو ده ان شاء الله هتشوف فيه مميزات وعيوب الموبايل وهل يستحق انك تشتريه ولا لا. لو مهتم بالموبايل ده تابع الفيديو للاخر هتستفيد ان شاء الله. يلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه التصميم. بالكلام عن التصميم نتكلم عن خامات الموبايل. الخامات المصنوع منها الموبايل ده بلاستيك كالعاده من انفينكس. شكل الموبايل متطور عن الموبايلات السابقه، كمان شكله جديد ومميز. موضوع التصميم ده في النهايه بيعتمد على الذوق الشخصي. لو لاحظت في ظهر الموبايل كده هتلاقي ان الظهر ده فيه خطوط طوليه عشان يديك تدرج وانعكاسات مع الاضاءه، كمان هتلاقي خط فاصل ما بينهم عشان الانعكاس وده واضح في الفيديو. وزن الموبايل تقيل شويه مع ابعاد كبيره تخلي الموبايل حجمه كبير في الايد. انفينكس متعوده ان هي تعمل موبايلات كبيره في الحجم، وده الطبيعي لان مستخدمين انفينكس متعودين على كده وعايزين الموبايل يكون كبير. حجم الموبايل في الايد كبير وصعب تمسكه بايد واحده زي ما واضح معانا كده في الفيديو. لو شفت الظهر هتلاقي شكل الكاميرا الثلاثيه بالفلاش بتاعها، وهتلاقي دايره مكتوب فيها 48 حركه كده من انفينكس عشان تبين ان الموبايل ده من بعيد انه 4 كاميرات، لكن هو زي ما واضح معانا في الفيديو كده 3. لو شفت الموبايل ده من اليمين هتلاقي زرار الباور المدمج فيه البصمه، من فوق بقى هتلاقي زرار التحكم في الصوت، اما من فوق مش هتلاقي اي حاجه في الموبايل. وللاسف الموبايل ده مش بيدعم مايك تاني خاص بالعزل. لو شفت بقى الموبايل ده من الشمال هتلاقي منفذ الشريحه اللي بيدعم تركيب شريحتين اتصال، وميموري خارجي بمنفذ منفصل اللي بيدعم معاك ميموري لحد 256 جيجا. لو شفت الموبايل ده من تحت هتلاقي من اليمين للشمال السماعه الخارجيه، اللي بالمناسبه الموبايل ده بيدعم صوت ستيريو ودي حاجه ممتازه في الموبايل. بعد كده هتلاقي منفذ الشحن التايب سي والمايك الخارجي، واخيرا منفذ ال 3.5 ملم عشان سماعات الهاند فري. سمك الموبايل مقبول ومسكته مريحه على الرغم من حجمه الكبير. دي كانت كل حاجه عن التصميم. قول لي رايك في التصميم ده في تعليق، هل كويس ولا لا؟ الموبايل ده بيجي ب3 الوان، اللون الاسود والبنفسجي الفاتح واللون الاخضر اللي معانا ده. تاني حاجه الشاشه بتيجي بشكل ثقب، هتلاقيه في منتصف الشاشه، بتيجي من نوع IPS LCD بمساحه كبيره 6.95 انش بجوده فول اتش دي بلس بدقه 2460 في 1080 بكسل. بتيجي بمعدل كثافه بكسلات 387 بكسل لكل انش، وبتاخد نسبه 91% من الواجهه الاماميه. الشاشه للاسف بتيجي 60 هرتز ومش هتلاقي 90 هرتز الا في النسخه البرو. الشاشه بتدعم الدارك مود عشان تحول لك الموبايل بالكامل باللون الاسود، وكمان خاصيه حمايه العين اللي بتحول الشاشه للون الاصفر شويه عشان تريح العين في الاستخدام المطول. الموبايل ده شاشته كبيره وكمان الوانها حلوه ممتازه، واستجابه اللمس فيها برضه ممتازه. في نقطه صغيره بس مش عجباني في موضوع الشاشه، وهي ان السطوع فيها قليل شويه خصوصا في الاضاءه العاليه. يعني لو الموبايل ده معاك في اضاءه عاليه قوي زي الشمس مثلا او اضاءه قويه مش هتشوف كويس قوي فيه، بس في الاضاءه الطبيعيه الشاشه ممتازه وجميله واعتماديه. حواف الشاشه من الجوانب كويسه ومقبوله، اما من تحت هتلاقيها كبيره شويه بشكل غير مقبول. في النهايه الشاشه كويسه واعتماديه وفوق الممتازه ما عدا الكام حاجه اللي ذكرتهم لك دول. نيجي بقى لاهم نقطه احنا مستنيينها وهي الاداء. الموبايل بيجي بمعالج اقل من اللي موجود في النسخه الاكبر منه انفينكس نوت 10 برو. المعالج اللي بيجي في الموبايل ده بيجي من نوع هيليو جي 85 بتكنولوجيا 12 نانومتر مع معالج رسومي من نوع مالي جي 52. المعالج ده هو نفسه اللي موجود في موبايل شاومي ريدمي نوت 9. الموبايل بيجي بذاكره داخليه 128 جيجا مع 6 جيجا رام، وبيدعم معاك ميموري زي ما قلت لك لحد 256 جيجا. نتكلم عن الاداء. بالنسبه للاداء في الموبايل ده كويس جدا وعملي وسريع واعتمادي بشكل ممتاز، سواء في التصفح والتنقل بين التطبيقات السلس او في الالعاب اللي هتشتغل معاك بكل كفاءه وسلاسه. بس انا عندي شويه تعليقات على واجهه انفينكس عشان تقيله شويه ومزعجه خصوصا في الاعلانات الكتير، لكن فيما عدا ذلك الموبايل سريع وقوي زي ما واضح معانا في الفيديو كده. لعبه تقيله زي بابجي هتلاقيها بتشتغل معاك على اعدادات بتبدا من سلسه مع فائقه لحد عاليه الدقه مع معدل اطارات عالي. الموبايل مع الضغط عليه هيشتغل كويس ومش هيسخن منك في الوقت الطويل. تجربه الاداء كويسه وعمليه في الموبايل ده وهتعجبك، ودي حركه من انفينكس خصوصا مع الموبايل ده عشان الموبايل ده بيجي بسعر كويس مقابل امكانياته. بالكلام عن الاداء بقى نتكلم عن اداء البصمه زي ما قلت لك في بدايه الفيديو مدمجه في زرار الباور زي ما انت شايف كده سرعتها ودقتها. البصمه سريعه جدا وحرفيا مش بتغلط ولا مره، كمان مش هتلاقي منها اي تاخير. نفس الكلام ده ينطبق على بصمه الوجه السريعه اللي بتشتغل بنفس الاداء في البصمه المدمجه في زرار الباور. انفينكس نوت 10 بيجي باندرويد 11 مع واجهه انفينكس الاحدث اكس او اس 7.6. الموبايل بيدعم جميع المستشعرات زي التسارع والتقارب والبوصله وغيرها. موبايل اداؤه في الشبكات ممتاز سواء في المكالمات او الاتصال او الواي فاي. كمان الموبايل ده بيدعم تسجيل المكالمات بدون اي مشاكل او انذار بان المكالمه بتتسجل. كمان بيدعم معاك خاصيه الاو تي جي من خلال منفذ الشحن التايب سي عشان تقدر توصل فلاشه او اي حاجه على الموبايل. اخر حاجه معانا في تجربه الاداء هي الصوت في الموبايل ممتاز وقوي وعالي، وكمان ستيريو عشان الصوت يشتغل معاك من السماعتين، السماعه اللي تحت وسماعه المكالمات اللي فوق عشان تاخد احسن تجربه منه.
رابع حاجه الكاميرا الاماميه احاديه بتيجي بدقه 16 ميجا مع دعمها لفلاش امامي زي ما موضح كده في الفيديو. الكاميرا الخلفيه بتيجي بارزه شويه عن الظهر بكاميرا ثلاثيه، الاولى بدقه 48 ميجا بفتحه عدسه اف 1.8 ودي الكاميرا الاساسيه. اما الكاميرا الثانيه المخصصه لتصوير الماكرو بتيجي بدقه 2 ميجا بفتحه عدسه اف 2.4. اما الثالثه والاخيره بتيجي بدقه 2 ميجا بفتحه عدسه اف 2.4 ودي خاصه بالعزل والبورتريه بالاضافه لفلاش ليد رباعي. للاسف مش هتلاقي عدسه التصوير الواسع في الموبايل ده بيدعم تصوير فيديوهات بدقه 2K بمعدل 30 اطار في الثانيه. قبل ما نتكلم عن الكاميرا، واضح من عينات التصوير في الفيديو ده اذا كانت حلوه او لا، والحكم يرجع ليك في النهايه، بس من خلال تجربتي ليها فيها تطور رهيب. كمان الكاميرا ادائها ممتاز سواء في الصور او الفيديوهات. الموبايل ده في الفئه دي طبيعي تبقى الكاميرا مش كويسه، لكن الموضوع هنا مختلف. الكاميرا هنا ممتازه، الاداء في الاضاءه العاليه ممتازه وكمان المتوسطه، لكن لو صورت بالموبايل ده في اضاءه ضعيفه هتديك اداء متوسط وعادي. بس ارجع واقول لك الوضع الليلي هيديك صور ممتازه وكويسه. الصور واضحه من عينات التصوير، كذلك عينه الفيديو واضحه، مع العلم ان الفيديو ده متصور بجوده 2K. اخر حاجه معانا البطاريه ضخمه بسعه 5000 ملي امبير مع شحن سريع بقوه 18 واط. هتلاقيه معاك في علبه الموبايل، اللي لو عايز تشوف محتوى علبه الموبايل ده هتلاقيه في الرابط الموجود في الوصف. البطاريه اعتماديه وقويه وهتدوم معاك اليوم وزياده بدون اي مشاكل. كمان معاك شاحن سريع تعتمد عليه. دي كانت كل حاجه عن موبايل انفينكس نوت 10 الجديد اللي بيجي بسعر رسمي 3100 جنيه مصري، مع الهديه اللي موجوده معاه سماعه انفينكس، والسعر ده بيعادل 200 دولار في اي بلد تاني. بعد ما قلت لك كل حاجه عن الموبايل من مميزاته وعيوبه ووضحت لك كل حاجه عنه بالتفصيل، قول لي ايه رايك في الموبايل ده في التعليقات. ولو انت وصلت لحد هنا يبقى اكيد استفدت ان شاء الله من الفيديو ده. لو عجبك الفيديو ده اعمل لايك وشير، ولو انت جديد معانا اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. شكرا على المشاهده، وشكرا مقدما 17000 مشترك. مع السلامه.